الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا، كل سنة وأنتم سالمين بمناسبة عيد الفطر السعيد. الله يجعل أيامكم كلها أعياد. آمين يا رب العالمين. نستقبل ما بعد آه، صيام رمضان وعيد الفطر. نستقبل الحكومة الجديدة، حكومة أحمد الشرع، حكومة جبهة النصرة، حكومة الحكومة الانتقالية، لديها أسماء متعددة. في التناولات الإعلامية والسياسية هي حكومة انتقالية مرحلية، مدة ولايتها 5 سنوات، لكن المضمون المحتوى هي حكومة جماعة آه، دينية متطرفة اسمها جبهة النصرة. واللي بيقول هي غير هيك يعني سامحوني، يعني آه، كلام غير صحيح وغير وطني وغير منطقي وغير أخلاقي. لماذا أقول إنها حكومة جبهة النصرة؟ مع لأنه هي الحكومة متلبسة مع سبق الأسرار والترصد والتصميم. مش بس لأنه يعني مسألة المكياج وهاي الخلطة الخزعبلاتية لا تنطلي على أحد على أساس أنه تمثل مكونات الشعب السوري. شو تمثل مكونات الشعب السوري؟ هند قبوات لا تمثل السريان والأرمن وال يعني أبناء الديانة المسيحية على مختلف تنويعات هذه الديانة، من أرمن ومن سريان ومن آشوريين ومن روم. آه، هند قبوات لا تمثلهم، ولن يعني وهي لا تصلح لأن تكون مكياج. وربما يعني وجودها ووجود الشخصيات ضمن آه، هذه الحكومة لهم مبررات طبعا. يعني دائما هنالك مبرر أنه هي بلدنا وهي نحن لازم نحافظ عليها، ومن كل الأمور التي أتت السيدة هند على ذكرها، لكنها تبقى مبررات. وأمام التاريخ، أمام هذه المعطيات، السيدة هند قضاوات تمارس حاليا دور الشاهد الزور على أنه هذه حكومة وطنية، أنه هذه حكومة ديمقراطية، أنه هذه حكومة تمثل السوريين. كل من يشترك في هذه الحكومة بهذه الصيغة على أنه هي حكومة ديمقراطية وحكومة وطنية، فهو أقل ما يقال فيه بأنه هو شاهد زور. إجمالا يعني هل كان متوقعا من أحمد الشرع أنه أن يأتينا بحكومة وفق تصورات السوريين ووفق الوعود ووفق الكلام المعسول الذي سمعناه من أحمد الشرع؟ أعتقد نعم، يعني كان هنالك نسبة أمل. هذه نسبة الأمل تراجعت إلى أن انعدمت مع هذه الحكومة. إن عدم الأمل بهالكلام أحمد الشرع، وانعدم الثقة على الصعيد الشخصي. خلاص الرجل أعلن الحكومة مثل ما أعلن الإعلان الدستوري. هاي الحكومة ستشرف على سن دستور وكل هالتفاصيل وهالمشاكل اللي يعني مع وجود الكلام الإيجابي والمعسول والمخادع والمخاتل، كان هنالك إمعان وإصرار
على أنه أن يجعل أحمد شرع ومن معه أنفسهم يعني أذن من طين وأذن من عجين، لا اكتراث بكل الانتقادات، بكل الملاحظات، بكل المحاولات التي تحاول أن تقدم طوق نجاة لهذه الحكومة، وهذه الحكومة ستغرق، يعني لن تبقى، ربما لن تكمل ولايتها يعني 5 سنوات. سجلوا عليه بهذا بهذه التناحة وبهذا العناد وبهذا الإصرار على الكذب والتضليل والدجل والمخاتلة. آه، لن تصمد هذه الحكومة إلى، ولن تكمل في تقديري ولايتها التي تمتد 5 سنوات، 5 وخميسة في عين اللي ما يصلي على النبي. طبعا هنالك أيضا يعني أصدقاء آخرين، والحق معهم، أنا أعطيهم الحق أنه يعني إذا بماذا يمكن أن نقارن هذه الحكومة حتى نعطيها شوي بسيط من الأمل أو ما يشبه الأمل؟ طبعا ينبغي أن نقارنها بالأسوأ. في التجربة السورية ما هو الأسوأ؟ نظام الأسد ذهب يعني، لكن هنالك حكومة أخرى هي حكومة الائتلاف، وحكومة شو كان اسمه هذا الشخصية التركمانية التركية اللي كان بيدافع عن تركيا أكثر من دفاعي عن سوريا، وبيدافع عن أردوغان أكثر يعني. ولو كان الأمر بيده لألحق سوريا كلها بتركيا. عبد الرحمن مصطفى الصديق العزيز ونجل الشهيد الكبير الراحل مشعل التمو، صديق فايز التمو، يعني كتب بوست صغير على صفحته ساخرا مما جرى، يعني ودعانا انه ان نتخيل الاستمرار في ظل حكومة السيد عبد الرحمن مصطفى، ويكون المختل حسب تعبيره أحمد الزعبي وزيرا للداخلية أو للدفاع، يعني إذا استمرت حكومة عبد الرحمن مصطفى. طبعا إذا قارنا الزبالة الموجودة في حكومة عبد الرحمن مصطفى بحكومة أحمد الشرع، لربما يعني تظهر أنه يعني أنه الزبالة هنا أقل من هناك، يعني حكومة عبد الرحمن مصطفى كلها زبالة على بعضها. يعني هاي وجه المقارنة ما بين حكومة أحمد الشرف وعبد الرحمن مصطفى يعني جائز يعني. ويدعونا الصديق فايز التمو أنه أن نتفائل شوي، وأنه خلصنا من شلة الائتلاف، خلصنا من شلة الائتلاف وصرنا بشلة جبهة النصرة. وشلة الائتلاف مثل ما كان فيها مسيحيين وأكراد وتركمان، شلة جبهة النصرة كمان في له يعني جبهة النصرة لها أكرادها، لها تركمانها، ولها مسيحيوها أيضا يعني، لعلمك يا صديقي العزيز فايز. على العموم فكلامه صحيح، يعني المقارنة ما بين السيء والأسوأ تجوز في هذا الإطار. في تقديري هذه الحكومة يعني أرادوا لها تخريج لكي ترضي يعني أطراف عديدة، يعني ويعني الجانب القطري والجانب التركي والجانب السعودي وشوية توزيعات، لكن العماد والأساس الاستراتيجي هو جبهة النصرة. الوزارات السيادية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، ووزارة الطاقة، السلك الأمن، كله بإيد جبهة النصرة.
وما تبقى من الوزارات الأخرى صارت موزعة على شيء وزير هيك يميل حيث تميل قطر، وزير يميل حيث تميل تركيا، ووزير محسوب على السعودية، وهكذا. يعني جوائز طردية سخيفة وبسيطة وتافهة. حاول يعني أحمد الشرع يطلع بهذه التخريجة، لنرى ماذا سيقدم لنا. وأعتقد سيقدم لنا أسوأ مما يعني قدم لنا أحمد الشرع في المراحل التمهيدية. يعني قدم لنا نموذجا فاشلا وسيئا للحوار الوطني ولجنة الحوار الوطني، وقدم لنا نموذجا سيئا في لجنة الإعلان الدستوري والإعلان الدستوري، والآن قدم لنا نموذجا سيئا لهذه الحكومة الهجينة، واللي هي حكومة جبهة النصرة. يعني 75%، إن لم يعني أكن يعني كنت يعني مش مبالغا، يعني مقل في تحديد النسبة، وما تبقى توزيع على الأطراف الأخرى. إجمالا هذه الحكومة هي تحت أعين الأوروبيين والأمريكيين، وستبقى تحت أو ستبقى في مرمى النقد. والبعض من السوريين مع الأسف الشديد يمتعضون يعني ويتحسسون من مسألة النقد. أنا سأستمر في نقد هذه الحكومة بقضها وقضيدها وعجلها وبجرها وموسى عمرها. هاي اللازمة ستبقى مستمرة، يعني رغم أنه موسى عمر كان يمني النفس أنه أن يكون يعني شيئا ذو مقام في هذه الحكومة. وزي ما بيقولوا المصريين طلع نأبه على شونة بعد كل هذا التطبيل والتزمير والتمسيح الجوخ وتمسيح الأحذية وتمسيح أمور وأماكن أخرى يعني. لكن كل التضامن مع موسى العمر يعني وحالته النفسية، يعني أنه ما طلع له شيء هيك منصب يليق بمقام تشبيحه لأحمد الشرع ولسلطة أحمد الشرع. هذه الحكومة ستبقى في مرمى النقد لكي يجرب أنصار أحمد الشرع ما جربه أنصار بشار الأسد عندما كنا ننتقدهم. المستفيدون من سلطة بشار الأسد عندما كنا ننتقدهم كانوا بيتحسسوا بيتكهربوا بيتكربجوا بيزايدوا بيهاجموا بيهددوا بيشبحوا. الآن أيضا أنصار هذه الحكومة وأنصار هذه حكومة جبهة النصر نفس السلوك، لكن لكي يجربوا ويتجرعوا نفس الكأس، كأس أنصار نظام بشار الأسد عندما كانوا في مرمى الاستهداف النقدي. هم أيضا خلال هذه الفترة مش مشكلة يعني فرحانين. المكون الأموي أو الأمويون الجدد أنصار جبهة النصرة يفرحوا مع توجيه بعض الانتقادات. أحدهم على منصة إكس آه، يعني طرح سؤالا سخيفا وبايخا ووقحا، وبعت لي كمان يعني عمل لي متابعة انه انت الكردي الذي منحتك دولة قطر العربية جائزة في الرواية وتنتقد رئيس الجمهورية المدعوم من قطر بهذه الصيغة. لنرى ما كتبه لي وسترون ردي كمان عليه.
يعني بهذا المستوى من السخافة والعنصرية. أنت الكردي، ما بيقول أنت السوري، أنت الكردي اللي منحتك دولة قطر العربية جائزة أدبية، والآن أنت جاي تنتقد رئيس الجمهورية العربية السورية المدعوم من دولة قطر. هذا الغبي والأحمق والعنصري جاي زايد علي من كيس قطر، جاي زايد علي على حساب قطر، وكأنه هو هو اللي منحني هذه الجائزة. فأنا رديت عليه أنه قطر لا علاقة لها بطريقة تعاملي مع رئيس دولتي، مثلما لم يعني قطر لا تتدخل في شؤون السوريين بينتقدوا بشار الأسد، ما بينتقدوا بشار الأسد، بينتقدوا أحمد الشرع، بيسبحوا بحمد أحمد الشرع. قطر ما لها علاقة بهذا الخصوص، وغير مسموح لها أن تتدخل في طرائق تعامل السوريين مع مسؤوليهم، سواء كانوا رؤساء دولة أو رؤساء حكومة أو وزراء. أنا بهذا التوضيح أنزح قطر من سخافات السوريين القطريين، يعني المتقطرين أكثر من القطريين. أحاول أن أبعد الموضوع، لأنه الجماعة ما لهم علاقة بآليات وطرائق وأساليب توجيه النقد لأحمد الشرع. أنت الكردي اللي منحتك خط الدولة العربية أو قطر العربية على أساس عما يمنني يعني من كيس قطر ويزايد علي من على حساب قطر، هذا السوري الأبي. تحريت شوي، شفت إن في صفحته شفته أنه هو كمان مقيم في قطر، وكان بيشتغل مع أحد الأشخاص، حاليا هو وزير لما ما يعني نسيت وزير شو يعني. ويشيد بهذا الوزير على أنه عم اشتغل معه لمدة 6 سنوات في قطر، وقد أبلى بلاء حسنا في قطر. المدائح اللي أنتم شفتوها كثير من السوريين يعني، ويصلني كلام أنه هو شان يكتب على موقع تلفزيون سوريا مقالات رأي، ويظهر على برامج تلفزيون سوريا، ويشارك للتعليق على الأحداث، سواء بخاصة يعني المتعلقة بالشأن الكردي في سوريا، ومع ذلك ينتقد. متعودين على الكولكة على تمسيح الجوخ، على أساس أنه في يعني تلفزيون سوريا أو دولة قطر أو أي مؤسسة تانية اشتروا صمتي، وهذا غير صحيح، غير صحيح أبدا. أنا يعني المسؤول عن مواقفي وعن أفكاري وعن آرائي في هذه القناة وعلى أي قناة، يعني قناتي الشخصية، قناتي على اليوتيوب، وفي أي قناة تلفزيونية أخرى. وطالما أنه هذه القناة اسمها تلفزيون سوريا، فأنا سوري لي حصة في هذا التلفزيون. ما حدا يجي يمنن علي فيما يتعلق بالظهور على تلفزيون سوريا، كردي أو عربي، أو في الكتابة لموقع تلفزيون سوريا. ما حدا في يشتري يعني صمتي أو كلامي بدعوة أو بإفساح مجال أو بالظهور على قناة إطلاقا. مواقفي فيما يتعلق بالشأن الكردي والشأن السوري غير خاضعة للتفاوض. إذا أنا على خطأ في موقفي ورأيي، أبرز براهينك وأسانيدك وفند هذه الآراء التي أطرحها. مو تجي تقول لي أنت الكردي اللي منحتك قطر العربية جائزة
قطر تشتريك أنت، وتمشي تشتري أمثالك أنت اللي بتعرضوا ذممكن على يعني في سوق العرض والطلب. ما بتشتريني أنا. وثانيا، الجائزة الأدبية أنا ذكرت ورددت عليه أنه عندما حصلت على هذه الجائزة الأدبية في سنة 2017، رئيسك الحالي كان أمير جبهة النصرة أحمد الشرع، كان لساته ما صار أحمد الشرع، كان أبو محمد الجولاني. هذا أولا. وطالبته أنه يقرأ الرواية ليشوف مستويات نقد نظام الأسد، ونقد الإسلام السياسي، ونقد تركيا، وحتى نقد قطر. يعني مفكرني مثله يعني، أو هش ويعني طيع، ومستعد أنه أن أتفاوض على كلمتي وعلى رأيي وعلى موقفي. أبدا، لا مع نظام الأسد، لا مع نظام الشرع، لا مع أي نظام. وهذا يكون واضح يعني لكل من يحاول أن يزايد أو يمنن من كيس الآخرين عليه. هي نقطة ينبغي أن تكون واضحة وجلية. النقد سيبقى مستمر، لأنه بالفعل خلص أحمد الشرع أبو محمد الجولاني سد الباب أمام أي أمل في أنه هي الحكومة تراجع نفسها وتعدل من سلوكها. وأفعال هذه الحكومة لا تنكح أقوال هذه الحكومة. واعذروني على هذا التعبير، لأنه بالفعل يعني أفعال أحمد الشرع تنكح وتنطح وتطيح بأقواله المعسولة، وعن زوال الظلم، وعن الديمقراطية والصفحة الجديدة كل هالكلام هذا. يعني أكدت الأفعال بأنه هي محظورة، ولشراء الوقت ولشراء الذمم أيضا. قبل 20 عاما، وعندما حل الانهيار في أفغانستان، ومن حزني نظمت قصيدة شعر أذكر فيها مآثر الطالبان. واليوم ومع هذا الفتح العظيم، فقد جادت قريحتي بأبيات جديدة من الشعر أعبر فيها عن حبي وتقديري، وعن أسباب النصر لهذه الثلة. وأبتهل إلى الله أن يكرر هذا الفتح في الشام الحبيبة. أهدي هذه الأبيات إلى طالبان والشعب الأفغاني، وإلى جميع الشعوب المظلومة، وعلى رأسهم شعبنا السوري المكلوم. أقول فيها مستعينا بالله: أحب الطالبان لأن فيهم صلابة مسلم حر أصيل، فتعظيم الشريعة رأس مال بفقه أبي حنيفة والأصول. فلا رأي الخوارج في غلو، ولا التمييع من فكر دخيل، ولكن سنة المختار تعلو على كل المناهج بالدليل. كأن القوم قد بعثوا إلينا ليحيوا عزة الماضي الجميل. أسود في الحروب لها زئير بصيحات الجهاد على السبيل، بصف واحد ولهم أمير، فلا فوضى ولا قال وقيل. فيا رب العباد أكرم بلادا تتوق لكسر بشار العميل، فإن النصر منك بغير ريب تجود به على العبد الذليل. ولكن الوعود تريد سعيا لتحصيل من المولى الجليل.
هذه القصيدة العصماء صاحبها مظهر الويس وزير عدلنا، والعدل أساس الملك. آه، نظمها في شهر أغسطس، منتصف شهر أغسطس، أو يعني في ذلك التوقيت في 16 أغسطس 2021. نظمها في مديح جماعة طالبان الإرهابية والمتطرفة، ومدح شجاعة مقاتلين مقاتلي هذه الجماعة الإرهابية، ويمني النفس بنصر يشبه نصر طالبان وعودة طالبان لحكم أفغانستان. هذه القصيدة بما تحتويه، ويعني من إشادة ومديح لهذه الجماعة الإرهابية، خارطة طريق لجبهة النصرة، وكيف سيحول هذا القاضي الشرعي والقيادي في جبهة النصرة سوريا إلى أفغانستان، ويحول الجيش ومؤسسات الدولة إلى نسخة من نظام طالبان في أفغانستان. يعني هذا الرجل بكلامه وبالعودة إلى فيديوهاته، وهي يعني كثيرة، كيف يريد تحويل سوريا إلى أفغانستان. طبعا قد تقول هند قبوات بأنها تمتلك من الطاقة والقدرة على السيطرة لتحول دون تحويل بلادنا سوريا الحبيبة إلى أفغانستان، ثانية في قلب الشرق الأوسط. ربما، يعني أنا لا أدري، ربما هي والجماعات التي تحاول أن تؤيد هذا النموذج الذي يفضح نفسه ويفصح عن نفسه رغم كل محاولات التقية والتورية والتواري والكلام المعزول من كل هالقصص. عموما، من هو وزير عدلنا هذا الذي سيحكم بالقسط والعدل يعني وينصف مكونات المجتمع السوري؟ وزير عدلنا كما يعني رأيتم في الفيديو كان رئيس الهيئة الشرعية والمتحدث باسم مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية، طبعا تابعة لجبهة النصرة. درس الشيخ مظهر الويس الطب البشري في جامعة دمشق قبل أن يلتحق بمعهد الفتح. طبعا هو لا أعلم إذا هو أنهى ولا لا، لكن مكتوب يعني دكتور، هل أنهى؟ مش واضح في السي في أنه أنهى أم لم ينهي. وقبل أن يلتحق بمعهد الفتح الإسلامي في قسم الفقه المقارن، اعتقل سنة 2008 من قبل فرع فلسطين، ثم أودع سجن صيدنايا وحكم فيه لمدة ثمانية أو 8 سنوات. كان من المشاركين في الاستعصاءات الثلاثة التي نفذها سجناء إسلاميون في سجن صيدنايا. بقي الويس معتقلا حتى نيسان 2013، حيث لم يشمله العفو الذي خرج بموجبه مئات السجناء الإسلاميين في نهاية مايو 2011. ترأس بعد خروجه، مش مذكور إمتى يعني خرج،
بقي الويس معتقلا حتى نيسان. إذا بعد نيسان 2013 خرج. و شو كيف يعني أنا يعني وفق البيانات هي أنه 2000 بقي مسجونا 8 سنوات، اعتقل في 2008 وأفرج عنه 2013. يعني حتى نيسان 2013 معناته 5 سنوات مش 8 سنوات. على العموم أنا أقرأ كما هو ظاهر أمامكم أو ظهر لكم في الفيديو. آه، شو بيقول كمان ال يعني شيء نبذة أو بيوغرافي. ترأس بعد خروجه الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية، والتي تم تشكيلها للمرة الثانية في ذلك الحين عقب اكتمال انفصال جبهة النصرة عن تنظيم الدولة داعش في حزيران يوليو 2013. وقد قام بتفعيل معظم مكاتب الهيئة خلال تلك الفترة. طبعا جبهة النصر عندما انفصلت عن تنظيم داعش الإرهابي بايعت القاعدة، تنظيم القاعدة الإرهابي. كان عضوا في مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية، والمتحدث الرسمي باسمه مجلس الشورى. كما كان من الأعضاء المؤسسين لمجلس شورى أهل العلم في الشام. أصبح أحد الشرعيين البارزين في هيئة تحرير الشام بعد تأسيسها في 27 كانون الثاني يناير 2017. وقد ظهر في المقاطع الفيديو نشرته هيئة تحرير الشام في آذار 2017 قبل انطلاق معارك ريف حماو إلى آخره. يعني بعدين جرى تعيينه وزيرا للعدل. هذا الرجل لا خلاف على تدينه، من حقه أن يتدين، أن يصلي، أن يصوم مثلنا، يعني ككل المسلمين في الشام، في سوريا. لكن أن يأتي ونعول عليه في إقامة العدل وهو مداح صداح لجماعة طالبان الإرهابية، فهذا يعني مين الأهبل والأحمق اللي بيصدق هذا الكلام؟ اللي بيصدق أنه هذا الرجل رح يقيم العدل ويصلح لأن يكون وزيرا للعدل في سوريا المتنوعة قوميا وإثنيا وطائفيا ودينيا، عليه أن يصدق أنه بشار الأسد كان ديمقراطيا وحاميا للعدل والديمقراطية على زمن حكم بشار الأسد. اللي بيصدق هذا لازم يصدق هذا كمان، لأنه يعني كيف لهذا الشخص، هذا المداح الصداح اللي بيمدح جماعة طالبان. أنا لم أرى إرثه الشعري ترى أو تركته أو الشعرية مدح من أيضا. لربما مدح بن لادن، ربما مدح القاعدة، ربما مدح الزرقاوي، ربما مدح البغدادي، أنا ما بعرف. نص مديحه لطالبان واضح صريح جلي. وفي عنوان القصيدة حب طالبان. يحب طالبان قد ما بده، يهيم بطالبان، يهيم بالقاعدة، يهيم بابن تيمية، بالوهابية، باللي بده، يشبع حب. بس أن يكون وزيرا للعدل، هي وقاحة، وهي يعني هي حتى استخفاف بموسى العمر، بوعي موسى العمر، إهانة لغرة موسى العمر أنه أن يكون هذا الرجل وزيرا للعدل. تصوروا يعني، أنتم القياس لكم، أنتم احكموا بمدى عدل هذا الشخص. هذا البني آدم لا أعلم
عندما كان رئيس مجلس شورى المجاهدين، وهذا القيادي البارز في جبهة النصرة، يداه ملطختان بكم من السوريين والسوريات؟ لا أعلم. أكيد، بكل تأكيد في رقبته وكما في رقبة أحمد الشرع دماء مئات السوريين إن لم يكونوا آلاف السوريين، في رقبة كل هذه التنظيمات الجهادية والتكفيرية، وعلى وجه التحديد جبهة النصرة. يعني لندع تنظيم داعش الإرهابي جانبا، ولندع العفشات والعمشات والبطحات والحمزات والهل الزبالات جانبا. جبهة النصرة في رقبتها دماء المئات وربما الآلاف من السوريين. وهذا الشرعي اللي حاليا صاير وزير عدل، لا أعلم يعني القصائد التي نظمها في الجماعات الإرهابية الأخرى، هل هنالك قصائد؟ بكل تأكيد طالما هو نظم قصيدة في جماعة طالبان، فلا تستغرب أن يكون قد نظم قصيدة في القاعدة أو في داعش أو في أي تنظيم، أو في مين بتكون يعني أي تنظيم تكفيري جهادي سلفي، أكيد سيكون له رصيد من قصائد هذا الشاعر العظيم مظهر الأويس. وأكيد يداه ليستا نظيفتين من دماء السوريين قولا واحدا، إلى أن يثبت للعكس. هو دائما متهم بدعم الإرهاب، بالتحريض على الإرهاب، بكتابة القصائد العصماء في التنظيمات التكفيرية والإرهابية. هات كمان نموذج من على أساس أنه حكومة وحدة وطنية وتمثل كل المكونات، جايبين لي شخص كردي ومن عفرين، وهو يعني بعثي سابق يعني، وكان نائب رئيس جامعة دمشق في فترة أو أواخر أيام نظام بشار الأسد. وكما شفتوا يعني شلون بيمدح بشار الأسد. جايبين واحد ينحدر من منطقة عفرين التي احتلها الأتراك والجماعات التكفيرية الإرهابية التي الآن هي شريكة في الحكم، أبو عمشة والعمشات والبطحات والشلحات والكلسات. طيب، هذا الشخص شو محله من الإعراب الكردي؟ هذا كيف يمكن أن تقول بأنه يمثل الكرد؟ هل هو عضو في حزب كردي؟ لا. هل هو مثقف كردي يشار إليه بالبنان وعلامة مضيئة بيكتب باللغة الكردية باللغة العربية، يعني لديه إسهامات، لديه نشاط ثقافي كردي؟ لا. يعني على أي مستوى، على أي صعيد، بأي دليل وسند أنه هذا يمثل الكرد؟ هلا بيطلع لي حسن الدغيم مثل ما ساوى عبد العزيز التمو ممثل للكرد. لا يا أخي، الكرد كانوا موجودين بدليل وجود عبد العزيز التمو في مؤتمر الحوار. هلا بيطلع لي هو كمان، أو يطلع لي موسى العمر، أو أي واحد تاني شبيح من شبيحة هذا النظام الجديد الذي ابتلينا به مثل ما ابتلينا بنظام بشار الأسد، ويقول أنه هذا تركو وكنيته. لك حتى كنيته فيها استفزاز، حتى كنيته يعني فيها تركو يعني. فمطالعين على أساس أنه هذا واحد كردي وأنا ما بعرف يعني
لربما الدرزي الموجود في هذه الحكومة يعني أهل السويدة راضيانين عنه بطريقة أو أخرى، أو ربما العلوي الموجود في هذه الحكومة راضيانين عنه، أنا ما بعرف. ربما يعني القوى المسيحية أو الكنيسة بتكون رديانة عن هند قبوات، أنا ما بعرف، ربما يعني. لكن الكرد قولا واحدا، قولا واحدا يعني هذا إنسان بسيط، لا يمكن يعني ما بعرف. أنا كنت خايف أنه رديف مصطفى، مش خايف، ليش بدي أخاف يعني أنه رديف مصطفى يتولى حقيبة وزارية لقاء أتعابه السابقة لعمالته للنظام السوري وعمالته للنظام التركي وعمالته لنظام أحمد الشرع حاليا، أو عبد العزيز التمو كان مرشح أنه. لكن يجيبوا هذا البني آدم اللي مش معروف على الصعيد الكردي، لا سياسيا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا شيء يعني، وبدهم يفرضوه علينا انه هاي انتوا ليش زعلانين، هاي واحد كردي موجود عملناه وزير. يعني شيء مؤسف وخلاص يعني. يعني عرق الحياة في هذه الجماعة التي تستلم الحكم في سوريا انقطع، ما عاد يستحوا من أي شيء، من فزلكة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، من عقد هذا الحوار الوطني، من التحضير للإعلان الدستوري، إعلان الإعلان الدستوري، وهذه الحكومة التي أعلنوها، وما يعني الأمور التي سيمررونها عبر هذه الحكومة. خلاص يعني ما عاد في مجال يعني لالتماس الأعذار لهذه الحكومة. أي واحد يجي يقول لي إيه طول بالك لسه يعني صبرنا 60 سنة على حكومة البعث، نصبرنا شي 6 سنين 5 سنين على أحمد الشرع، ما راح يصبر علينا إذا نحن صبرنا عليه. بده يساويها هو وأصحابه، وهذا المظهر الويس بدهم يعملوها أفغانستان. خلاص ليش راح يستنونا نحن؟ طالما لا يكترثون بهذه الانتقادات والملاحظات فخلاص عاملين يعني انه. وهذا وزير الثقافة يطلع لي بيقول ودمشق لنا الى قيام الساعة. لك حبيبي مين جاي ياخذ منك دمشق؟ مين جاي ياخذ منك دمشق؟ هي هذا كلام ما بيحكي وزير الثقافة. خلي يطلع رياض نعسان آغا ويعلموا كيف يحكوا وزراء الثقافة. ودمشق لنا إلى أبد الأبدين، إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور، إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. مين جاي ياخذ منك دمشق؟ ما حدا. لك دمشق لكن أعطينا دولة وطنية محترمة. لك السويداء أعطينا دولة ديمقراطية محترمة. لك كابل ودلهي وكل العواصم، بس أعطينا دولة محترمة. اعطينا دولة وطنية محترمة، دولة ديمقراطية تحترمنا لكي نحترمها. دمشق لنا وكذا وما بعرف شو، إلى أبد الآبدين إلى قيام الساعة. هذا كلام وزير ثقافة. هذا كلام واحد يعني من المكون الأموي أو من الأمويين الجدد اللي بيحكوا دمشق أموية والشام أموية وستبقى أموية. ولا سبق حكيت في هذا الخصوص. هذا أي ثقافة ستخرج من تحت يدي هذا اللي يرعد ويزبد وبيحكي دمشق لنا. مين جاي ياخذ منك دمشق يا حبيب الماما والبابا؟ مين؟ هذا الكلام انت بتوجهه لمين؟ غريب غريب يعني. اذا وزير الثقافة هيك، هو وزير التربية بحاجة لتربية، ووزير الثقافة بحاجة لثقافة، ووزير العدل بحاجة لعدل. بيمدح طالبان يعني شو بقى بهاي لا تحكوا.
عن أبو قصرة وأبو نصرة وأبو ما بعرف شو، جبهة أبو قصرة، جبهة أبو نصرة، وزير الدفاع والمخابرات والداخلية هذول يحطون على جنب العدل والثقافة وشو كمان والتربية. هالثلاث وزارات نماذج حية على مستقبل هذه الحكومة وما ستتحفه. وما يعني ما بعرف أحمد الشرع كيف بده يقنع العالم العربي والمجتمع الدولي بهيك نماذج مهزوجة، بهيك نماذج. يعني الكرسي واسع على أحمد الشرع. نحن جايين نحكي على وزراء. رئاسة سوريا أكبر من أن يتولاها واحد مثل بشار الأسد، وأكبر من أن يتولاها واحد مثل أحمد الشرع، قولا لا ثاني له. أبو محمد، نفهم من كلامكم، أو هل لديكم الاستعداد لتغيير في خطابكم السياسي أو الجهادي، سميه ما شئت، مستقبلا، أم هذه ثوابت لن تتغير مهما امتدت الأيام والسنون؟ يعني لدينا ثوابت شرعية. نحن نفهم شيء اسمه سياسة شرعية، يعني هو سياسة منضبطة بضوابط الشرع، ليس سياسة على التصور الغربي والأمريكي، سياسة منضبطة بضوابط الشرع. فالثوابت الشرعية لا تتغير ولا تتبدل، كالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فليأتي يوم ويتغير هذا الخطاب أو يتبدل. فنحن ندعو إلى نقاتل حتى نحكم شرع الله عز وجل في الأرض، فهذا لن يتغير ولن يتبدل ما دمنا أحياء، لا يتغير هذا الأمر، هذه الثوابت. أما هناك مسائل تكتيكية ومسائل تتعلق في المعركة، تتعلق في أشياء أخرى، هذه قابلة للتغيير حسب الاجتهاد، حسب الواقع والزمان الذي نعيش به، وحسب الحادثة التي تلوم بنا. فهذا أمر يعتبر من المتغيرات، تغير حسب واقع الأرض التي نعيش بها. أما الثوابت فهي ثوابت، اسمها ثوابت، هذه لا تتغير، هي غير قابلة للتغيير أو التبديل. هاي دليل ثاني من أرشيف موسى العمر وأبو محمد الجولاني بيحكي عن التكتيك اللي يعني في الاجتهادات التكتيكية. لكن الثوابت هي الثوابت، الاستراتيجية هي الاستراتيجية، ما في تغيير. هذا الكلام قبل سنوات عندما بدأ أبو محمد الجولاني يظهر على الشاشات وكذا ويدير ظهره للكاميرا ووشه بوش محمد منصور، صاحب برنامج بلا حدود الإسلامي والإخواني اللي كان بيقدم برنامج في الجزيرة معروف. وبعدين صار يطلع يعني بالطريقة التي ظهر لنا أو ظهر لكم، وبيطرح عليه ال ال الإعلام المخضرم والمهضوم واللي دمه زي العسل، موسى العمر، وبيطرح عليه الأسئلة ويجاوب، والزلمة واضح باستراتيجيته. تكتيكات أحمد الشرع والكلام المعسول اللي بيقول والله ما في ظلم للأكراد ورح ننصف كل المكونات وكل القصص هي، أبدا. هي استراتيجية أحمد الشرع، خارطة طريق أفغنت سوريا واضحة في قصيدة وزير العدل تبع حكومة أحمد الشرع. حتى الآن مواقع التواصل الاجتماعي بتحاسبني على نشري لصور الشخصيات الخطرة، وعاقبوا صفحتي الموثقة على الفيسبوك لأني أنا نشرت صورة لرئيسنا المفدى
أحمد الشرع أبو محمد الجولاني. حاسبوني على صورة أبو محمد الجولاني الفيسبوك، وما حاسبوني على صورة أحمد الشرع. لكن سيأتي اليوم التي تتكشف فيه الحقائق للرأي العام السوري وللعربي وللإقليمي. الآن الناس تعطي فرص. العالم العربي يمهل لكنه لن يهمل. الخليج يمهل لكنه لن يهمل. المصريين ربما يمهلون لكنهم لن يهملوا. السوريين والسورية ولن يتركوها عرضة لعملية أفغنة جديدة. يعني السوريون ليسوا بين خيارين يتيمين، إما الأسدية أو الأفغنة. لا، السوريون والسوريات يستحقون دولة مدنية ديمقراطية وطنية لا مركزية، مثلما يعني يستحق أو تستحق كل شعوب العالم. بلدان محترمة تحترم شعوبها ويحترمها شعوبها. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في موضوع آخر قريب. كل عام وأنتم بألف